محمود. افندم. انت مش واخد بالك ولا ايه؟ اخد بالي من ايه؟ قصيت شعري ألا فرانكا، بيسموها ألا جارسون. عجبك؟ كويس. اصلهم بيقولوا عند الكوافير ان الموضة دي رجعت تاني، اهو النبي بيقولوا كده، موضة حلوة مودرن. محمود. نعمت، مش شايفاني ماسك كتاب في ايديا؟ اقرا. القراية حلوة برضو. ده انا بمسك الجرايد والمجلات بقراها من الجلدة للجلدة، اصلي بقعد استناك كتير قوي. بقيت تغيب بره كتير قوي يا محمود، لكن زي بعضه، ما انت هتعمل ايه؟ شغلك كتير قوي، الله يكون في عونك. ده انا قريت النهارده فكرة هايلة. تلميذ صغير من دمياط كان بيبيع مشبك قدام المدرسة، ولما يضرب الجرس يدخل جري على الحصة. بالقروش الصغيرة يا عيني اللي كان بيكسبها كان يصرف على أمه. هوب سنة والتانية والتالتة قدر يحوش، وراح ايه على بلاد برا، راح انجلترا. اشتغل بياع هناك اتعلم كويس قوي، وابتدى تاني يشتغل في التجارة، وسافر على أمريكا. عمل مصانع ضخمة وبقى غالي قوي قوي قوي، وركب عربية طولها 6 متر. سألوه ايه سر نجاحك؟ قال انه قادر دايما يتحمل الضربات، كل ما ينضرب في ظهره يقوم تاني، وما ضيعش وقته في انه يبص ورا، عشان اللي فات مات. محمود. ممكن اكمل قرايه؟ قوي قوي يا سي محمود، اتفضل. افتح لك بلكونة الشباك، قصدي شباك البلكونة. لا كده كويس. طب اعمل لك فنجانين؟ نعمت، سيبيني اقرا. حاضر حاضر. حاجة غريبة جدا. تعالى يا سيدي، تعالى اسمع اخر الاخبار. ايه خير؟ في ايه؟ خير ايه؟ ده شيء في منتهى الغرابة والعجب. ايه في ايه بس؟ قال ايه؟ الست نعمت هنا في مصر ومع محمود في البيت. يعني ايه؟ انا عارفة. الله، ده موقف غريب فعلا. مش المفروض انها عرفت اللي حصل؟ لا، ما هو شغل سهتانين بقى. هي سلم كده بسهولة؟ هتستقتل طبعا علشان العز اللي هي فيه. انما الغريب بقى موقف محمود، سايبها ليه؟ ما خدش منها موقف واضح ليه؟ يعني باختصار ما طلقهاش لغاية دلوقتي ليه؟ ما هو ده مثلا سؤال مهم. الله، يمكن مستني الظروف المناسبة. انهي ظروف يا كريم؟ انهي ظروف؟ وهي نجوان هتقبل وضع زي ده؟ برضه سؤال مهم. شوف يا محمود، اوعى تفتكر ان انا مش عارفة اللي بيحصل، بالعكس انا عارفة وفاهمة كل حاجة، ومقدرة ظروفك، ومقدرة انك مش عايز تعمل مشاكل، مش عايز تظلم حد، وان كل اللي بتعمله ده مجرد عطف عليها. انا مش مستعجلة، وكفاية انك جنبي. المهم اننا عملنا الخطوبة عشان ما حدش يتكلم علينا. نجوان، هي مسألة وقت. انا طبعا متشكر لانك مقدرة الموقف ومستوعبة كويس. اهلا يا حبيبي، ازيك يا رفاعي؟ ازيك انت يا خالتي؟ ده أنا لما عرفت انك هنا في مصر كنت هطير من الفرح، وقلت اجي اشوفك. عامل ايه في دراستك؟ كويس قوي، والزراعة ماشية معايا تمام. بركة. قولي لي يا خالتي، انتوا ازاي صرفتوا نظر عن الحفر؟ اهو اللي حصل بقى يا رفاعي. يا خالتي مفيش ارض ما فيهاش ميه، الميه موجوده. خلاص بقى، المكن اتشال ومحمود مش عايز. انا اتعقدت من الحكايه دي خالص، ومش هقدر اجيب له سيره تاني. خساره والله يا خالتي. اهو. رفاعي عامل ايه في الفلوس؟ بتصرف منين؟ الحمد لله مستوره يا خالتي. ده انا في الصبح تلميذ وبعد الظهر جرسون. بتشتغل؟ بمشي حالي. برافو عليك. انا كان بودي يا حبيبي اساعدك اديلك حاجه، لكن ما معيش غير مصروف البيت. لا ولا يهمك، ما تشيليش هم يا خالتي، ده انت لو كنت عايزه اديلك وراكي رجاله ما تخافيش. كده اهو. مساء الخير يا عم عبد. مساء الخير يا فندم. محمود اهلا وسهلا. رفاعي، اهلا اهلا. ازيك يا رفاعي؟ الله يسلمك يا محمود بيه، ازي حضرتك؟ اهلا. طب استاذن انا بقى. بدري يا رفاعي، ما تقعد تاكل لقمه معانا. لا معلش. معلش خليه هو يروح، لازم يذاكر. طب على اذنكم. مع السلامه يا رفاعي. احط الاكل في